الواحد انهد حيله النهارده. الله يكرمك يا داسطي، عايز قهوه مغليه بس تكون على الريحه. الغلايه عندك والقهوه عندك، وبعد ما تخلص ابقى هات لك ريحه من اي حته. البلد ما شاء الله كلها على الريحه، هو كل شويه اغلي اغلي. انت عارف اني ما بحبش الغليه. طب وانا يعني لو عايز مثلا شاي مثلا. ايه هذه المفاجآت دي؟ ما انت طول عمرك بتاخد شاي، ولا عايزه مغلي راخر؟ بس انا النهارده يعني كنت عامل لك مفاجأة، انما ايه، كنت هطلب شاي فتلة. ده سهل جوي جوي، انت بس تشد الفتلة وتديني. شاي فتلة، شاي ابرة، اللي عايز حاجة يقوم يعملها. النهاردة النظام زي المطاعم الامريكاني، اللي عايز حاجة يجيبها لنفسه بنفسه، نظام سيلف يور هيلب. ما تبطل بقى يا داسطي الحركات دي وتفوق لنفسك. مش كده يا عم تسوقي، خلينا نستفسر منه بالهداوة. يعني تبقى انت في الدكان يا عم دياسطي واحنا اللي نعمل الشاي؟ طب ما تروح يكسل في البيت وخلاص بدل القعده دي. ما قلنا بالهداوة يا عم تسوقي. يعني قعدتي هي اللي مزعلاكوا؟ طيب انا رايح على البيت وسايبها لكم. روح يا شيخ، كلها شويتين وتفلس والجوع يقرصك وتيجي تعمل قهوه غصب عنيك. بس يا ريت تفلس على السريع لحسن انا مستعجل على الشاي قوي. ايوه احنا هنستنى هنا. روح يلا روح فلس وتعال. ما تنكسفش يا عم دياسطي، فلس في اي حته على جنب. بص ممكن تفلس ورا الشجره اللي هناك دي. الضياسطي ما يفلسش ابدا، حتى لو قعدت في البيت 20 سنة، لأن طول ما النت موجودة هيفضل العالم كله قرية صغيرة، وأنا ممكن أشتغل في أي حتة في القرية دي ومن غير ما أنزل من البيت. هتشتغل قهوة دي على النت، يبقى هتفلس بسرعة قوي أول ما النت ينقطع على طول. هو ما فيش على النت غير الشاي والقهوة والغلية، ده فيه عالم بتكسب ملايين من على النت، وأنا هوريكم إن الضياسطي مش أقل منهم. وهتشتغل ايه على النت بس يا ضياس؟ ده النت دي زحمة قوي، وتلاقي الناس كلتها قاعدة عليها ومحدش لاقي شغل. دي ناس مش فاهمة النت كيف ما انا فاهمها. هما كل اللي قاعدين على النت دول ضياسطي. لا بس انت هتكسب كيف؟ يعني تشتغل على النت وتاني يوم تفتح الكمبيوتر بالمفات تلاقي يوميتك جواه. الاقي يوميتي جوا الكمبيوتر كيف يا بسنت؟ هو انا بشتغل عند بابا نويل؟ النت دي ثورة معلوماتية، يعني مش اقل من ثورة 19. ما انت لا تعرف حاجة ولا شفت حاجة. كل رجال الاعمال في العالم بيعملوا شغلهم على النت. كل يوم الصبح اول ما النت تفتح يتقابلوا يعرضوا مشاريعهم على النت ويبيعوا ويشتروا لغاية ما النت تضلم، يقوموا يلموا الايراد وكان الله بالسر عليم. طب وبياخدوا الفلوس كيف؟ ايوه بيلموها. انت فكرك رجال الاعمال بياخدوا الفلوس في ايديهم زي دكان الشاي كده؟ ده كل واحد فيهم عنده دفتر في البوسطه بيشتغل على النت، واللي هيدفع له بيحط له الفلوس في البوسطه وهو قاعد في البيت وحاطط رجل على رجل. طب وانت هتعمل مشروع ايه يا ضياستي؟ انا الاول لازم من بكره الصبح اعمل دفتر في البوسطه زين، وبعدها هعمل مشروع على النت ما اتعملش في الكفر كلته. ايه هو؟ فرحني. هعمل جروب على الفيسبوك. وبعدين يا رفاعي تفتكر هاجي؟ ما خبرش، ده اول مرة يغيب عن الدكان كده. طب هو كيف هيعيش من غير الدكان؟ مش مهم، هو المهم احنا لازم نعمل مشاريب زي مشاريب عم دياسطي بالظبط. طب وهنعملها كيف يا ناصح؟ عشان نعمل الشاي كيف الدياسطي يبقى لازم نعيش كيف ما بيعيش، لازم نقلده، ابقى نسخة مني. طب انا رايح الشغل يا بسنت، عايزه حاجه؟ تروح وتيجي بالسلامة، وخلي بالك من نفسك، ربنا يوفقك ويوقف لك ولاد الحلال. خد بالك من الطريق كويس. طريقي انا وصلت خلاص. الحمد لله على السلامة. اباي نسيت امضي حضور، كويس ان الدفتر ما اتشالش. الضياسطي اما اشوف اخبار الجروب ايه. لا مش ممكن، ده ظلم. يا لهوي.